ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده باذن الله راجعين بفيديو جديد مع مشكله جديده. سيده متزوجه بتقول لي ازاي اعرف ان جوزي بيخوني. قبل ما نبدا في مشكله النهارده، يا ريت من فضلكم ننزل نصلي على النبي في التعليقات. ولو بتشوفوني هنا لاول مره، انا هبه ودي قناتي. لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قول عشان يوصلوكوا اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. بحبكم جدا في الله. ويلا خلونا نشوف مشكله النهارده بتقول ايه. بتقول لي ازاي اعرف ان جوزي بيخوني. طيب، ربنا بيقول اولا ولا تجسسوا، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. ربنا نهى عن التجسس. ليه ربنا نهى عن التجسس؟ ربنا ما بيعملناش اي حاجه وحشه. لما ربنا ينهي عن التجسس بيمنع عنك خراب البيت، بيمنع عنك في حاجات انت ممكن ما بتكونيش شايفاها، انت بتدوري بتنخوري عليها. النخوره والتدوير ده هيخرب بيتك، عشان كده ربنا منعها عنك. فاهماني؟ فما تتجسسيش، ما تساليش، ما تفتشيش، ما تراقبيش، ما تدوريش ورا جوزك علشان ما تخربيش بيتك. ده نصيحه مني. ما ينفعش تبصي في تليفونه، ما ينفعش تشيكي على تليفونه، ما ينفعش تتابعيه، ما ينفعش تراقبيه. كل الكلام ده صدقيني هيخرب على بيتك. دي اول نقطه. تاني نقطه، لو في اي تقصير من الزوج في العلاقه الحميمه، في اهتمامه بيكي، في حياتكم بالمجمل العام، اقعدي واتكلمي مع جوزك. لكن ما ينفعش ان انت تراقبيه. لو انت شاكه فيه اقعدي واتكلمي معاه بالراحه، لكن ما ينفعش ان انت تتجسسي عليه. علشان كده انت بتدخلي او بتفتحي مدخل للشيطان. وطالما دخل الشيطان بيتكم، وطالما دخل الشك جوه قلبك، صدقيني مش هتقدر تستمر العلاقه، مش هتقدري تستمري في العلاقه معاه وهتتطلقي. فانا مش عايزه اخرب بيتك، وانا مش بقولك كده عشان اهديكي، ده واقع. طالما هو متكفل بيكي ومتكفل بولاده ومهتم بيكي وبيحبك وعلى خلق وابن ناس ومحترم ومتربي وشايف طلباتك وطلبات ولاده ومش مقصر معاكي في اي حاجه، يعني في العلاقه الزوجيه او ماديا هو مش مقصر معاكي وبيهتم بيكي، الف حمد والف شكر لك يا رب. تحمدي ربنا على النعمه اللي في ايدك. ما تسمعوش كلام حد تقولك ايه اعملي اكونت فيك وادخلي بص كلميه. ما تسمعيش كلام صاحبتك تقولك ايه هاتي خط وكلميه منه، او مثلا اعملي اكونت وكلميه منه، او اعملي واتساب جديد وكلميه منه. يا جماعه انتوا كده بتنغصوا على حياتكم وبتخربوا زي ما بيقولوا كده دبور وزن على خراب عيشه. بالله عليكم اتقوا الله في حياتكم. طالما الراجل مش مقصر معاكي ما تنخوريش وتدوري وتخربي بيتك. ولو في تقصير نقعد ونتكلم معاه بكل ادب واحترام وبكل هدوء، وكل مشكله ولها حل. حتى لو في تقصير في العلاقه الزوجيه، كل المشاكل دلوقتي ولها حل، مفيش حاجه ملهاش حل. اتقوا ربنا، ما تسمعيش كلام حد، وما تدخليش الشيطان بيتك، وما تفتحيش مدخل للشيطان علشان يخرب عليكي حياتك. خلاص، دي كانت اجابتي باختصار. اتمنى اكون قدرت افيدك. مستنيه طبعا راي الناس اللي بتسمعنا في التعليقات. بكده تكون خلصت مشكله النهارده. بحبكم جدا في الله. من فضلكم لو بتشوفوني هنا لاول مره، انا هبه ودي قناتي. لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قول عشان يوصلوكوا اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.